السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو مصر كلها منتظراه. ليه بقى؟ لأن هنتكلم عن الوحش دايون ادفنشر 300 سي سي اف 300 اللي قدامك ده يا سيدي الفاضل. الموتوسيكل ده عامل قلقان وقلق الفترة اللي فاتت أو اللي احنا فيها. ليه؟ لأن للأسف في ناس بتبيعه بخسارة ودعم أكتر من 30,000 جنيه. يعني في المعرض نفسه عند المصنع نفسه بيتباع ب 130 و 135. لما تيجي انت بقى بره كمعرض تقول انا عامل عليه عرض ب 100 و 105 الف، يبقى في حاجه غلط. طبعا طلع ناس من اخواتنا المحترمين ولكن بيتكلم بالفقاقه. ليه؟ المفروض ان انا في حاجه زي ديت لا تعقل اصلا. اعمل ايه؟ اخش اسال واشوف. ليه؟ لان شركه دايو انا مش بدافع عنها، ولكن انا بحب شركه دايو. ناس كتير جدا يعني عارفه ان دايو دي بتاعتي، تمام، مش الشركه بتاعتي، لكن انا بحبها من حب ليها ومن حب لمنتجات دايو. فتلاقيني دايما بتكلم عن دايو اكتر حاجه. فدايو ادفنشر قلت لا ازاي 100,000؟ ده في طقم شنط لو اتشال منه مع الانجن جارد مع مش عارف ايه مع الكلام ده هتبص تلاقيه واقف ب 70,000 جنيه. 70,000 جنيه ده الثمن ايه؟ ده يا دوب ثمن بلسر 150 اقل من ثمنه، وبنلي في ال ام او في ال ار او الكلام ده. طب ازاي بامكانياته ديت؟ قال لك بس يا عم الحاج ده بيتحرق في السوق عشان ما عادش نازل تاني، او بيتحرق في السوق عشان مش هينزل له قطع غيار ومالوش قطع غيار. طب ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا المفروض انا دايما بتكلم في الموضوع ده، ودايما اللي متابع الريفيوهات اللي انا بعملها تلاقيني مش مهتم بالمنظر او بالشكل الخارجي. يقول لك اوبا الحق شفت الفبر عامل ازاي، شوف اللزقه بتاعت كلمه مش عارف ايه عامله ازاي، فشكلها جميل او وحش. انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا اللي يهمني امكانيات المعده نفسها وقطع الغيار او بدايل قطع الغيار. تمام كده؟ تمام كده. طب خد بقى الزتونه من تحت خالص. الكلام ده يا سيدي الفاضل لما رحت المعرض وبرضه حبيت اراجع كلامي اللي انا قلته زمان على الموتوسيكل واشوف واتفقد واتفحص واتمحص قطع غيار الموتوسيكل ايه اللي فيها صعب. فاكتشفت حاجه سهله جدا وبسيطه وهتخليك يعني تضحك على الكلام اللي بيتقال كله. ازاي؟ لو جيت تبص على الفرامل الخلفيه كده، الفرامل دي بتاعت ايه؟ الفرامل كامله، مش هقول لك تيل الفرامل، ماستر الباكن بالحامل بتاعه بالخرطوم بالماستر الامامي بالخزنه لقدام كامل بتاع ايه؟ بتاع داين 6. الجنط بكاوتشه بمقاس الكاوتش بتاع داين 6. باسطوانه الفرامل بالفلانشه بالترس الخلفي بتاع داين 6. يا نهار ابيض، انت متخيل انت بتتكلم في ايه؟ طب تعالى للجنط اللي قدام كده، تيل الفرامل ده بتاع ايه؟ بتاع الهوجن جامبو الخلفي او بتاع الدور 4 او بتاع الهوجن 8 الباكم الامامي. قال لا كل ده بيركب عليه، كل ده بيركب عليه يا سيد الفاضل. انت متخيل احنا بنتكلم في ايه؟ يا عم ازاي؟ ما انا لو عملت حادثه والمقص الخلفي اتكسر هعمل فيه ايه؟ يا باشا انا مش هقول لك الحم، انا هقول لك هات مقص بتاع ضوي 6 ركبه هيركب وهيشتغل وهو بتاعها بدون تعديل. انت عارف انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في حاجات مسلمات. تمام؟ يبقى جنط امامي جنط خلفي كاوتش امامي كاوتش خلفي، ده مقاس 17 اصلا، فهتلاقيه موجود في اي مكان. اللي انا ممكن ابكي عليه فعلا وده اللي انا بقوله، حاجه الموتور والفبر. كلام جميل، يبقى حاجه الموتور والفبر بس، ده اللي ممكن يزعلني لو حصل فيه مشكله. تمام؟ طيب ممكن نجيب لها بدايل، ممكن نجيب لها بدايل، ولكن برضه معلش عشان انا من النوع اللي ما بحبش هجيب بدايل، لان بعد كده المكنه اللي انا بجيبها للزبون بيجي يقول لي اتفضل المكنه ديت فيها 1 2 3 4 اعملها. فانا برضو عشان ما ازنقش نفسي وما احرجش نفسي مع الزبون بعمل ايه؟ قمت رايح على الوكيل نفسه، يا باشا في ناس بتقول 1 2 3 4. قال لي مين قال كده؟ المنتج يشتغل ونجيب اصدار تاني وتالت زي الجي 1 وزي اي حاجه، وقطع الغيار نفس الموضوع، ايه المشكله؟ ولكن هنا بقى لفت انتباهي حاجه تانية وانا قاعد وبفكر، لان دايما وانت بتتكلم مع الراجل اللي زي ده بتفكر برضه في جانب تاني. هو مين اللي بيعمل السوق للمنتج؟ يعني الناس اللي بتقول اصل ملهاش سوق، اصل راكده في السوق فعشان كده بيعملوا عليها خصومات كبيره. لا طبعا، على فكره في مكن احنا ما بنعملش له سوق عشان العميل يستفيد. ازاي؟ مين اللي بيعمل سوق لاي منتج؟ العميل، مش المستورد، مش المصنع.
مش التاجر. لا، التاجر نفسه اي حاجه تتباع، اي حاجه يشتريها تبيعها. بس اللي بيعمل سوق لاي منتج في الدنيا هو المستهلك نفسه. المستهلك لما يقبل على شراء شيء معين سعره بيزيد. ليه؟ لان السحب والطلب عليه زياده، فالتجار بتعرف ان هو مسحوب حتى لو شيء سيء. زي بالظبط التفاهه دلوقتي، الاشياء التافهه تلاقي الناس كلها تتفرج عليها، فعشان كده لها ايه؟ لها سوق. وتلاقي اعزنا الله يعني الاعلام التافه تلاقيه سعره عالي قوي. ليه؟ عشان الناس بتتفرج عليه. فهي كده في كل ده. طبعا ده مثال على كل شيء حوالينا. كل ما الشيء الاقبال عليه يزيد سعره يزيد، حتى وان كان تافه، زي مثلا اعلامي او لاعب كوره او اي حاجه حوالينا، حتى لو منتج من السيارات او الموتوسيكلات او الكلام ده. فعشان كده يا سيدي الفاضل، الموتوسيكل ده لما ملقاش اقبال عليه كبير، تمام، طبعا لان الناس فعلا كانت مفكره ان هو ضايو 300 سي سي صيني اكيد هيبقى سعره 30 40 الف جنيه، فالناس اتصدمت في السعر بدون تفكير في الامكانيات نفسها. تمام. فعشان كده السوق بتاعه ما بقاش ماشي زي الزونتوس جي 1. الزونتوس جي 1 اللي كانت نازله ب 29 وب 30، لما السوق اشتغل التجار عملت ايه؟ رفعت السلعه. فعشان كده يا سيدي الفاضل احنا اللي بنعمل سوق. فلو احنا اشتغلنا على المنتج الكويس، هات يا مولانا، هتبص تلاقي بقى في رواج واصدار واثنين وثلاثه او اربعه. زي بالظبط الفيجور 26. الفيجور 26 ناس كتير جدا كانت خايفه. يا باشا ما تخافش، المكنه بدايلها 1 2 3 4، ده لو ما نزلهاش قطع غيار اصلا. لكن لو خدنا اصدار واثنين وثلاثه المكنه كويسه جدا، هنعمل ايه؟ هنعمل لها سوق. لما بقى لها سوق، كل تجار قطع الغيار بدأت تتنافس ان هي تنزل قطع غيارها. ليه؟ لانها انتشرت وهيكسبوا من بيع قطع الغيار. ده نفس المنطق بالظبط. اذا الاشياء المستهلكه في الموتوسيكل ده زي تيل الفرامل، الكاوتشات، الجنوط، الاسطوانه، آلة الجر، الكلام ده كل ده موجود له بدايل. تمام. المساعدين الاماميه مساعدين مقلوبه، اي مساعد مقلوب سهله. ايه المشكله فين؟ في الفبر والموتور. صح كده؟ صح كده. هنعمل ايه؟ قطع الغيار بتاعته الوكيل ضمان لي المساله وقال لي اي حاجه بتيجي انت معلكش اللي انت تطلب بس، واحنا هنجيبها شحن من الصين. ده لو مش موجوده هنا، موجوده هنا اتفضل استلم. فده شيء جميل جدا. وطبعا الراجل كلامه مضمون لسبب، لان حصل قبل كده في موضوع زانتوس وفعلا جاب شحن من الصين. محتاج كميات ايه؟ 1 2 3 4 اتفضل. فالموضوع سهل وبسيط وميسر. لكن انا ما بحبش موضوع ان انت تفتي بلا علم، ان لازم ترجع للمصدر. ويا اخوانا تشوف السوق ايه اللي بيمشيه وايه اللي بيحركه وايه اللي بيلعب في اسعاره وبيتحكم في اسعار السوق. عشان كده الشيء الغالي لو الناس بعدت عنه فتره سعره هينزل غصب عن التاجر. ليه؟ لان بيحصل ركود في السلع عند التجار، فعايز يخلص منها. ليه؟ لان بينزل اصدار اعلى، بينزل حاجه اعلى، فلازم يخلص من القديم، فعشان كده هيقلل من سعرها، فهيقلل في سعر الكل. فدي ثقافه عامه، ولذلك احنا لازم نعمل الموضوع ده في كل حاجه في حياتنا. عشان ايه؟ نعمل هدوء في الاسعار. تمام. ونبطل موضوع ان احنا نرفع من التفاهه، عشان برضه سعرها بقى عالي قوي 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 اليومين دول. ما تنساش اهم حاجه في الليله دي كلها، تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ما تنساش المشاركه، التعليق ولو بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الاعجاب، مشاركه الفيديو عشان نستمر كده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام.